السلام عليكم. سميتي مجدولين. لقيتو كيتصل بيا في الصباح وقال لي بغيتك تجي تسيقي ليا الدار وتجيبي معاك بنتك. قلت له انا نجي ولكن بنتي لاش. ضحك وقال لي انت تخلصي شهر وهي تخلص شهر من دوك الشهور اللي فايتين. انا كنت مرة مزوجة وفي عمري 40 عام. عندي زوج ديال البنات، الكبيرة فيهم عمرها 22 سنة والصغيرة في عمرها 12 عام. بنتي الكبيرة كان سبق ليها الزواج وطلقات، وانا اللي كنصرف عليهم باهم في الحبس. كان عندنا الدين بزاف وتجمع ليا الكرا وداكشي علاش كنضطر نخدم زوج ديال الخدمات في النهار. يلا كنتكافى مع الوقت وكنقدر انني نعيشهم ونصرف على راجلي مشدود. ما كيقدنيش الوقت وجمعوا عليا 6 شهور ديال الكرا. كنت بعض المرات الشهر كنخلصوا على زوج، بمعنى دوك الفلوس ديال الشهر كنقسمهم على زوج، كنعطي شويه في ال15 يوم الاولى وشويه في ال15 يوم الثانيه. لكن ما بقيتش قادره نخلصوا حتى تجمعوا ليا 6 شهور. ملي جمعوا عليا وليت كنتعطل وما بقيتش كنخلصوا بانتظام كيف الاول. من العمارة اللي أنا ساكنة فيها تبدل ولا واحد آخر، بعد ما كان كيهضر معايا بكل احترام ولا العكس، ولا كيقلل عليا الاداب، ومره كيبقى كيتصل بيا وكيجبد معايا شي مواضيع اللي ما عرفتش اشنو قصتهم ولاش كيبغي يوصل واشنو باغي يلمح. لكن انا مع الوقت بديت كنقول حشومه، انا هاد الكره ديالك راه ماشي بخاطري باش انني نتعطل عليك لهاد الدرجه. ولاو كيعاود ليا على مراتو وشي امور اللي خاصه بيناتهم، على علاقتهم، على داكشي اللي كيدور بيناتهم في دارهم. وبما انه هويا كانت عينو زيغه، انا كنت عارفه شنو في نيته، لكن كنت كنبقى دايره راسي ما كنفهمش. مهم شي هضره وشي امور اللي ما كنتش كنستحمل انني نسمعها. ملي كنقفل عليه المكالمه كيتقلق. انا وليت كنضطر نسمع شي حاجه ما بغاش نسمعها وما خاصانيش. وصلت 6 شهور ديال الكرا ولا كيهددني بالزنقه. عندي زوج ديال البنات وكنصرف عليهم، باهم في الحبس والظروف كانت قاصحه. واحد النهار اتصل بيا بالنهار بكري. هذاك الاتصال انا كنت عارفه اشنو من موراه. بغى الكرا وداك الشيء اللي قريت حتى انا في نيه ديالو. قال لي ديري بحسابك اليوم راني غادي ندوز عندك، بغيتك تجمعي ليا الكرا الجديد والقديم. صبرت عليك بزاف. قلت له كون هاني الحاج، انا غادي نوجدهم وغادي نجيبهم لك حتى للدار. قال لي ايوا صافي. بلا ما قبل ما تقطعي، راه المدام راها مسافره، وانا قلت زعما باش تجي تسيقي ليا الدار وتجيبي بنتك معاك. قلت له ما عندي حتى شي مشكل باش نجي انا، ولكن بنتي علاش غادي تجي عندك؟ ضحك هو يقول لي باش انت تخلصي شهر جديد وهي تخلص القديم. انا ما درتوش في بالي، انا مزيره في الفلوس. قلت نمشي نقي ليه الدار ونسيق صافي ويقول لي بغى يقول راجل وكيبقى كبير وما غاديش ندي عليه وما نعطيهش فرصه. انا كنت غي كنسايس معاه في الهضره وصافي باش ما نقلقوش، لكن هو كانت عنده نيه واحده اخرى، وهادشي اللي كان كيقول كان كيقصدو كان مصمم عليه. حتى انا درت لي في راسي ومشيت وما ديتش معايا البنت. مشيت دقيت عليه فتح لي الباب، وملي شافني غير بوحدي بحال تعصب. قال لي جايه غير بوحدك؟ فين هي البنت؟ قلت له شنو بغيتي بالبنت؟ الا بغيتي اللي نقي لك الدار انا جايه نقيها لك، وهاد الهضره هادي راه ما غاديش نحسبها الحاج، دير راسي بحال ما سمعتهاش منك. قال لي لا غير حسبيها وديري بالله راكي سمعتيها، حيت اللي قلته لك هو اللي كاين، ولا عندك شي حل اخر؟ الا ما عجبكش الحال هزي حويجك لالا وعطي اللي يعطيني باتساع وسيري عطا الله ديور الكرا. انا كنت بعقلي وعارفه شنو كندير وكنسايس معاه. والصراحه هذاك النهار ما ساليت ديك الدار ما بقيتش عاقله كيفاش حتى درت ليها، حتى شقيت فيها وكملتها بدوك المضايقات ديالو. لكن كيف ما قلت لكم انا كنت بعقلي وعارفه شنو كندير، ما عطيتوش الطوع، وفي نفس الوقت كنحاول انني ما نقلقوش وما بغاش المشاكل، حيت انا بارك عليا غير المشاكل مجموعين عليا. الكرا، المصروف، الراجل اللي في الحبس، ولا البنت اللي مطلقه ما دوزاتش حتى عام ديال الزواج ورجعت حتى هي للدار. مهم السيد طمع فيا وداكشي كامل ما قدش انه داز ليا البنت كانت سهله ليه. لاحظت انني ملي كنخرج نخدم كيف ما قلت لكم، انا فين ما جاتني شي خدمه كنمشي كيعيطوا ليا الناس، مهم كنمشي كنشقى كنطيب كندير الميناج كندير داك الشيء كامل اللي كيدار في الدار. كنرجع ما كنلقاش البنت الكبيره اللي هي مطلقه، ديما انا ما لاقيهاش في الدار
وهذا الشيء ما موالفش ليها. ملي كترجع مقاده ولابسه اصلا كتخرج من الدار بهذا الشكل. ملي كنقول لها فين كنتي وانتي دابا راكي محسوبه مطلقه والناس غادي تهضر عليك، كتبدا تغمق عليا بالهضره او كتقول لي واش انتي باغا تحبسيني حيت طلقت صافي خصني نموت. ولاو عندها الفلوس، كنلاحظ الفلوس عند البنت كثيره، لباس جديد، حتى من التليفون ولا جديد، ما بقاش عندها داك القديم. قلت هادشي منين كيجيها؟ قالت لي واش انتي ما كتعرفيش تعيشي؟ حتى انا دايره بحالك، انا اختي ما بغيتش هاد الحياه ديالك وهاد الجفاف عند عباد الله، اللي يسوى واللي ما يسواش انا ما تخلقتش ليه. قلت لها ولكن هادشي اللي عطا الله وهادشي اللي ربي صرفو كتبو عليا، هادشي اللي كنعرف ندير، المهم بالحلال. البنت ما قدرت نسيطر عليها وما قدرت انني نواجهها ولا تسمع كلامي. الكلمه ديالي ما بقاتش كتمشي عليها نهائيا، كدير اللي بغات. واحد البيت غير ساده وجالسه وكتهضر في التليفون مع من الله اعلم. انا ما مسالياش ليها ولا باش نحضيها ولا نقابلها ولا نعرف مع من كتمشي، ولكن ملي كنحس بها وكنواجهها بصراحه ما كتعطينيش الطوع. البنت ما بقاتش قد يدي، ولات بحالي بحالها وجوابها من جوابي. حتى لواحد النهار وانا نكبر معاها المشكل وقلت لها باللي باك راه ما بقى لي والو يخرج، او ديك الساعه شوفي واش غادي تقدر تبقاي تخرجي بهذا الشكل هذا وبهذا اللباس هذا. ايوا فين كتمشي هذا الوقت كامل؟ لي وانت علاش كتبقاي مصدعه راسك؟ انا داكشي اللي ما قدرتيش ديريه انت درتو انا. قلت له شنو هذا اللي ما قدرتش انا نديرو قدرتي انت عليه؟ قالت لي الحاج. قلت لها شكون الحاج؟ قالت لي مول الدار اللي كاري لينا، هو اللي كيصرف عليا وهو اللي كيشري لي هادشي كامل. قلت لها ايوا زيدي ومراتو. قالت لي يا مراتو هذيك الشارفه كاع ما دايرها في راسو كاع وغادي يطلقها، غيطلق مراتو اللي مزوج بها 48 عام على قبلك نتيا. قالت لي بصراحه انا ما كيهمنيش يطلقها ولا ما يطلقهاش، المهم انا عايشه بخير وكاري ليا واللي بغيتها كيجيبها ليا وكاري ليها في بلاصه بعيده. انا ملي سمعت هاد الشيء رجليا ما بقاوش هزيني، ما عرفت ما ندير معاها، شوهاتني وشوهات باها ملي غادي يخرج غادي يعرف هاد الشيء شنو ممكن غادي يدير، ما عرفتش شنو غادي يدير فيها. قلت لها بنتي نعلي الشيطان، تعلمي لك شي صنعه، انت مازال صغيره وما عندك ما ديري بهذا الراجل وبهذا الشيء اللي انت غادا فيه، كون غير كان باغي يتزوج بيك نقولوا واخا. قالت لي ما عرفت اشنو ممكن يكون من هنا لغدا، ممكن يتزوج بيا وممكن لا، المهم انني عايشه ومهنيه من تماره والقهره. سياد ضحك عليها بالفلوس وضحك عليها بالتليفون جديد وضحك عليها بالحوايج وما بقاتش كتسمع ليا وما بقاتش كتفرق لا بين هاد المزيانه ولا هادي خيبه. انا ما نقدر ندير حتى شي حاجه. مشيت للحاج بيني وبينه، قال لي ايوا بنتك راه كبيره وعارفه شنو كدير وبغاتني. هو عارفني انني ما نقدرش نقولها لمراتو حيتاش غير بنتي اللي غادي تشوه وغادي نولي غير انا وياها في المشاكل وفي الصداع. ما قدرت ندير حتى شي حاجه، البنت داخله خارجه معاه وعايشه الحياه معاه. انا كنشوف بعيني وما قادره ندير والو.